بسم الله، اهلا بيكم يا جماعه. معاكم جوبا. اهلا بيكم في حلقه توقعات عرض سرفايفر سيريس وور جيمز 2022. ايوه، من الاسم واضح ان العرض مختلف. عرض سرفايفر سيريس مش هيكون عرض الرو ضد عرض سماك داون. الكلام ده كان ايام فينس ماكمان. احنا دلوقتي في حقبه زمنيه جديده خالص تابعه لتريبل اتش. الحقبه دي بتقول لك ان سرفايفر سيريس ده هيكون هو عرض الوور جيمز. العاب الحرب دايما بتكون فيها حلبتين وقفصين، بيبقى فيها فريقين مكونين، كل فريق من 5 افراد، وبيحاربوا بعض حرفيا كل 5 دقايق بيطلع مصارع. فبالنسبه لي مش تبع العروض، بالعكس خالص، هي حرب عصابات يا معلم. وهقول لك ليه. في ماتشين منهم عصابه البلاد لاين ضد عصابه البرولينج بروتس، وعصابه دامج كنترول ضد عصابه بيانكا بيلير. فبالتالي زي ما قلت لك هي حرب عصابات. الماتشات قليله ليه؟ لان عرض سرفايفر سيريس ما بيبقاش فيه في العاده دفاع عن الالقاب كتير. مفيش غير لقب واحد رسمي لحد وقت تصوير الحلقه بيتم الدفاع فيه عن لقب سماك داون للسيدات، ومن المحتمل باذن الله ان يتم اضافه نزال على لقب الولايات المتحده ونزال على لقب القارات باذن الله، وهناخد ليها بس في اخر الحلقه ان شاء الله. فقبل ما نبتدي حابب افكر حضراتكم يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك عشان الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. فدول خلصوا تفاصيل كتير، يلا بينا نبتدي. اول ماتش معانا النهارده خالص هو النزال الرسمي، هو النزال اللي هيكون فيه لقب سماك داون للسيدات بيتم الدفاع عنه. بطلة سماك داون للسيدات روندا روزي المقاتلة قدام مهمة انا شايفها سهلة جدا قصاد شوتزي بلاك هارت. نزال واضح جدا ان روندا روزي هي اللي هتكسب النزال ده، وده توقعي ليه، لان روندا روزي مش هتخسر من شوتزي، لان شوتزي ما بيتمش ليها البناء بالشكل اللي انت شايفه باور هاوس. لا 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 خالص. هو واضح ان روندا روزي مش لاقين لها الخصم المناسب لحد دلوقتي، لحد يعني ما يشوفوا منافسه قويه. ممكن شارلوت فلير، ممكن ساشا بانكس، الله اعلم لسه في الايام القادمه ايه اللي هيحصل. بس حاليا روندا روزي صعب انها تخسر لقب السيدات لسماك داون، وانا شايف ان هي هتحقق الفوز السهل قصاد شوتزي بلاك هارت. نيجي للنزال الثاني معانا النهارده، وده نزال العصابات، وده نزال الوور جيمز. نزال العصابات، عصابه بيانكا بيلير المكونه من بيانكا بيلير واليكسا بليس واسكا، معاهم ميا ييم، ولسه هيتم اضافه مصارعه اخيره ضد العصابه اللي انا شايفها قويه جدا، الا وهي عصابه دامج كنترول المكونه من بيلي وداكوتا كاي وايو سكاي، ومعاهم ريا ريبلي ونيكي كروس. شرح سريع بس للنزال ده. النزال ده لحد دلوقتي لو تقليدي هنتكلم ان النزال هيكون فيه فرقتين، كل 5 دقايق مصارعه بتنزل في النزال اللي فيه حلبتين وقفصين لازقين في بعض. كل مصارعة تنزل بعد 5 دقايق. الفريق طبعا اللي هيكون ليه عدد المصارعات اللي هو الاكتر، اللي بينزل طبعا المصارعات الاول هيكون هو اللي ليه الافضلية. وهي لحد دلوقتي مش ان مصارعة تتثبت تطلع، لحد دلوقتي كل الوور جيمز عموما بالفريق اللي يكسب. لسه مش عارفين تريبل اتش هل هيغير طريقة النزال. الموضوع ده يرجع له هو، هل هو عايز يعمل فيه تغيير ان هو يكون زي سرفايفر سيريس تراديشنال ماتش، الماتش التقليدي من ان هو المصارعة او المصارع اللي يتثبت يطلع ويبقى فيه الاغلبية، ولا هيكون الفريقين متواجدين لحد الاخر والفريق اللي يثبت الفريق التاني هو اللي يكسب. النزال ده ليه حسابات كتير. ليه حسابات ان دامج كنترول ليهم الافضليه في حاجات كتير. واضح ان الفريق الهيل هو القوي شويه، بس انا شايف ان بيانكا بيلير بالطريقه السوبر وومن، وان معاها كمان مصارعات خبره زي اليكسا بليس وزي اسكا، هيحققوا المكسب في النزال ده باذن الله. وشايف ان الفائز هي عصابه بيانكا بيلير بالنزال، رغم ان ناس كتيره بترشح طبعا فوز عصابه دامج كنترول. بس انا شايف ان النزال ده محتاج بس يكون فيه سرعه في الريتم، سرعه في اداء الحركات علشان يبان بافضل شكل ممكن. طبعا النزال هيكون المصارعات موجودين في الحلبتين اللي كل حلبة فيهم فيها قفص، يعني مش هيكونوا الفريقين في حلبة واحدة، هيكونوا متقسمين على الحلبتين. نيجي للنزال الثالث معانا النهارده، الا وهو النزال الخاص بايج ستايلز وفين بالور. ايج ستايلز اللي معاه عصابته الحاليه، الا وهي عصابه ذا اوريجينال كلاب الاو سي، واللي طبعا اللي ضموا ليهم ميا ييم علشان يبقى العنصر النسائي متواجد مع العصابه، علشان يحاربوا فيها عصابه الجادجمنت داي
ري بتاعه فين بالور اللي فيها العنصر النسائي ريا ريبلي. في اعتقادي الشخصي انا اتمنى يعني ان ايجي ستايلز هو اللي يكسب النزال ده مش فين بالور، لسبب بسيط جدا. هل تعلم ان ايجي ستايلز اخر نزال في عرض شهري كسبه كان قصاد همبرتو كاريو من 3 سنين؟ يعني زمن وقدره يا معلم. ايجي ستايلز بيخسر بقاله 3 سنين في العروض الشهريه في النزالات الفرديه بتاعته، حاجه كارثيه الصراحه. فبالتالي انا اتمنى ان انا اشوف ايجي ستايلز بيحقق المكسب. وعلى فكره النزال ده هيكون خاطف للاضواء من حيث ان هم هيقدموا احسن نزال ممكن. لو حضرتك ما شفتش شوف النزال بتاعهم سابقا في TLC، كان الديمون فين بالور ضد ايجي ستايلز، كان نزال رائع رائع رائع. وده اللي انا اتمنى ان هو النزال ده يبقى فعلا هو اللي يخطف الاضواء ويقدمه نزال فردي على مستوى الحدث في سرفايفر سيريس. فانا بالنسبه لي ايجي ستايلز هو اللي هيكسب النزال ده، وده توقعي ان شاء الله. نيجي للنزال اللي بعد كده، الا وهو نزال العصابتين الوور جيمز. النزال اللي هياخد وقت طويل جدا من وجهة نظري، النزال اللي فيه عصابة البرولينج بروتس شيماس وباتش وريدج هولاند، معاهم درو ماكنتاير والعنصر الاخير المضاف كيفن اوينز القوي جدا، ضد عصابة البلاد لاين رومان رينز جيمي وجاي اوسو وسولو سيكوا والاونراري اوس سامي زين. النزال ده بيخدم القصة بشكل كبير جدا، كون ان شيماس هو الاقرب ان هو يكون منافس رومان رينز على القاب العالم في عرض الرويال رامبل ان شاء الله مستقبلا، هو او كيفن اوينز هيكون في عداوة فردية مع سامي زين، وهيحاول ان هو يوصل سامي زين للفيس سايد، او بمعنى اصح يبقى مصارع محبوب ويكون قصاد عصابة البلاد لاين، ويتم تفكيك عصابة البلاد لاين بسبب سامي زين وطبعا عامل خارجي الا وهو كيفن اوينز. فبالتالي طبعا النزال ده هيكون قوي جدا لان بيحمل حاجات كتير، خصوصا كمان ان ريدج هولاند وباتش عايزين ينتقموا من الاسس عشان ما عرفوش يكسبوا القاب الزوجي منهم. فالنزال ده هيعجبك قوي قوي قوي، خصوصا ان كيفن اوينز شارك في نزال الوور جيمز ده في NXT تيك اوفر قبل كده. كيفن اوينز عنده الافضليه بس انا عندي وجهة نظر البلاد لاين هم اللي هيكسبوا النزال ده. البلاد لاين هم اللي شايف ان هم هيحدثوا المفاجأة، كونهم معاهم بطل العالم رومان رينز اللي لازم يفضل شامخ قصاد المصارعين القادمين، وعصابة البلاد لاين اللي حافظة بعض تماما. بس لو ما حصلش خلاف بين سامي زين وجاي اوسو اكيد هيكسبوا عصابة البلاد لاين. الخسارة البلاد لاين هتأثر عليهم بعد كده لقدام، وهيكون في خلافات شديدة. وطبعا ما ينفعش مثلا تبقى عصابة مكونة جديد او فريق لسه مكون جديد يا دوب من فترة بسيطة يكسب عصابة بهيمنة وقوة البلاد لاين. فانا شايف ان البلاد لاين هم الاحق، وان الفوز في مصلحتهم علشان يكملوا العداوة معاهم ومع افراد البرولينج بروتس، وكيفن اوينز تدخلاته بقى مع سامي زين والكلام ده كله يكون مستقبلا باذن الله. فالبلاد لاين اكيد ان شاء الله هم اللي هيكسبوا النزال ده. وحتى لو النتيجة ما طلعتش زي ما انا توقعتها، اللي انا باكده لك واللي انت هتشوفه ان النزال ده هيكون قوي جدا جدا جدا، وهيكون مين ايفنت على قدر الحدث بشكل عظيم عظيم عظيم. وانت هتستمتع بالنزال ده من اوله لاخره، وهتقول سرفايفر سيريس ده واحد من اعظم العروض لو تم ادارته بالشكل المظبوط من تريبل اتش. النزالات اللي هيتم اضافتها من وجهة نظري من الممكن طبعا المحتمل ان هم يتم اضافته النزال الخاص بلقب القارات ما بين جونسر بطل القارات ضد الفايز بكاس العالم لسماك داون، واللي في اعتقادي ممكن يكون برون سترومان، وان هيحصل النزال ده برون سترومان ضد جونسر على لقب القارات في سرفايفر سيريس. هيكون نزال قوي جدا، بس انا شايف ان جونسر هيحتفظ بلقب القارات، لان انا شايف ان جونسر هو فعلا اللي يستحق انه يكمل فتره كمان لقدام كبطل لحزام القارات، لان برون سترومان لسه عودته مش قويه قوي، بس هتكون مرضيه ان هو كسب اساسا كاس العالم، فاوريدي هو زي ما تقول كده معاه بطوله شرفيه، فعادي لو خسر النزال بتاع لقب القارات عادي يعني. نزال لقب الولايات المتحدة في أطراف كتير، ممكن تلاقي سيس رولينز بيدافع عن لقبه ضد بابي لاشلي، أو أوستن سيري الفاقد لحقيبته مؤخرا بعد فشله في صرف الحقيبة على لقب الولايات المتحدة، ودي كوميديا تانية يعني، أو مصطفى علي، أو الثلاثة مع بعض يكون نزال رباعي ما بين سيس رولينز بابي لاشلي أوستن سيري ومصطفى علي على لقب الولايات المتحدة، برضه هيكون خاطف الأضواء. ويا سلام بقى لو النزال ده يكون نزال سلالم،
وفي كل الاحوال شايف ان سيس رولينز هيحافظ على لقب الولايات المتحدة، لانه يستحق انه يكمل كمان هو كبطل للولايات المتحدة بشكل اطول شوية، لانه بطل الولايات المتحدة عظيم جدا الصراحة. وبس كده يا جماعة، دي كانت حلقتنا. اتمنى ما اكونش طولت على حضراتكم. اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتعملوا شير عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. بحبكم كلكم وشكرا لكم كلكم. يلا سلام.